مش لازم تستنى الوظيفة المثالية عشان تبدأ تبني مستقبلك. شغلك الحالي مليان فرص عظيمة، بس السؤال هنا هل بتشوف الفرص دي؟ خليني احكي لك قصة صغيرة. احمد كان موظف في قسم خدمة العملاء، وظيفته كانت روتينية جدا، مكالمات طول اليوم وشكاوى وخدمة عملاء. وفي يوم مديره طلب منه انه يبدأ يساعد في تدريب الموظفين الجداد. احمد كان شايف ان ده مجرد ضغط اضافي، لكنه قرر يستغل الفرصة دي وبدأ يطور مهاراته في التواصل ويتعلم اساليب التدريب ويشارك افكاره لتحسين النظام ويعمل شغل اكتر من اللي كان هو متعود عليه. وبعد سنه احمد ما كانش مجرد موظف في خدمه العملاء، لكنه بقى مسؤول تدريب في القسم وعنده دور اكبر وتاثير اقوى من ما كان عليه. وكل ده بدا لما قرر يستفيد من الفرصه اللي جات له بدل ما يرفضها. اللي نتعلمه هنا ان اول حاجه هي تطوير المهارات، حتى لو شغلك الحالي مش بيرضي كل طموحاتك دايما في فرصه للتعلم. وتاني حاجه انك لازم تاخد اي فرصه انك تطور نفسك، سواء كورسات او ورش عمل او حتى تجربه جديده جوه الشركه اللي انت فيها، وانك تبني شبكه علاقات. زمايلك ومديرينك هم جزء من رحلتك المهنيه، فاستثمر في بناء علاقاتك القويه معاهم واستفيد من خبرات الناس اللي حواليك. في يوم العلاقات دي ممكن تكون السبب في فتح ابواب وفرص جديده ليك تماما. واخر حاجه التخطيط للمستقبل. من غير خطه واضحه هتفضل ثابت في مكانك زي احمد. فكر دايما ايه الخطوات الجايه وابدا بخطوات صغيره عشان توصل لهدفك. ونسيت اقول لك ان التعلم من كل تجربه دي اهم حاجه ممكن تعملها، لان كل تحدي في شغلك الحالي هو فرصه عظيمه ليك عشان تتعلم. حتى لو شغلك مش مثالي، استغل كل درس عشان تطور نفسك، لان الشغل اللي في ايدك دلوقتي هو مفتاح لنجاحك المستقبلي. فمش لازم تستنى الحاجه المثاليه، لكن استغل اللي عندك عشان تقدر تبني طريقك. وشاركني رايك في الكومنتات وما تنساش تعمل لي فولو.